بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم يا احلى متابعين واحلى بنات لسه جداد على المطبخ. تعالوا نعمل المحشي مع بعض بطريقة سهلة وبسيطة، ويا رب الطريقة تعجبكم بإذن الله. هنعمل المحشي مع بعض خطوة بخطوة. وإن شاء الله تكون الطريقة سهلة وبسيطة زي ما قلنا، وتقدروا تنفذوها وتعجبكم. هنحضر 3 بصلات كبار، أو 4 حسب ما تحبي وحسب الكمية اللي هتعمليها. ونقطع البصل، نخرطه خرط ناعم أو نضربه في الكبة يا حبايبي زي ما شفنا كده. المهم إن احنا ننعم البصل للمحشي. هنجيب الحلة بتاعتنا وهنضيف فيها نص كوباية زيت، وهنضيف البصل بتاعنا. الحقيقة أنا ما بحبش أحمر البصل قوي عشان ما يبقاش تقيل على المعدة، يا دوبك بدبله كده واسيبه يكمل تسوية ويا الطماطم. هنجيب برضو كمية الطماطم حسب كمية المحشي اللي احنا هنستخدمها، وهنغسلها ونقطعها وهننزل بيها في الكبة مطرح البصل علشان ما نزودهاش مية وتاخد معانا وقت كبير على النار. هنا برضو بتبقى ناعمة وكويسة وبتبقى حلوة قوي في المحشي بصراحة. بعد ما البصل بتاعنا دبل كده يا حبايبي زي ما احنا شايفين، محمرناهوش ولا حاجة، البصل زي ما هو كده، تحس ان هو مبيض زي ما هو. بنبتدي ان احنا نضيف الطماطم بتاعتنا على البصل في الحلة على النار. هياخد مننا حوالي 10 دقايق، ما بيغيبش زي ما احنا قلنا. وهنلاقي ان الصلصة او التسبيكة بتاعتنا ابتدت ان هي تنشف معانا. اهيت كده يا حبايبي زي ما احنا شايفين. خلاص ابتدت المية اللي في التسبيكة بتاعتنا تنشف اهيت، بسم الله ما شاء الله، وما بتاخدش وقت خالص. بعد كده هنضيف بقى التوابل بتاعتنا. انا هنا بضيف كمون وبضيف ملح. اللي عايز بقى يزود شطة يزود، مفيش مشكلة، حسب ما بتحبي في الاكل. برضو هنجيب الرز بتاعنا بقى ونغسله غسيل كويس، وهنصفيه من المية برضو علشان الصلصة بتاعتنا او الرز بتاع بالخلطة بتاعنا اللي احنا هنعمله للمحشي ما يبقاش فيه مية كتير، ونعرف نظبط العقد بتاعه. هنغسله وهننزل بيه على الصلصة زي ما احنا شايفين كده، وهنديلها تقلبتين على النار حوالي 5 دقايق، وبعد كده هنطفي عليه. لو الطماطم بتاعتنا مش محمرة الرز قوي، لو عندك معلقة صلصة ممكن تضيفيها، مفيش اي مشكلة. هنجيب الخضرة بتاعتنا وهنقطعها برضو تقطيع ناعم. الحقيقة ان انا بحب الخضرة بتاعت المحشي تبقى الكزبرة كتيرة شوية عن الشبت، بتدي للمحشي طعم جميل وريحة حلوة وانت بتسويها وفي الاكل. الكزبرة كتيرة معانا اهيت، بسم الله ما شاء الله. بنقلب بقى الخلطة بتاعتنا كلها مع بعضها ونخلطها كويس. تعالوا بقى هنجهز الحلة بتاعتنا اللي احنا هنحشي فيها. الحقيقة انا بحب ان انا احط في ارضية الحلة بتنجان، لان البتنجان بيبقى طري وبيشرب من العقد اللي انت بتحطيه للمحشي، فبيخلي الرصة اللي في ارضية الحلة زي وش الحلة بالظبط. لا الرصة التحتانية لا بتتلسع منك ولا بتتحرق ولا بيجرى لها اي حاجة. كمان لو معاكي عيدان من الخضرة بتضيفيها على البتنجان زي ما احنا شايفين كده. وكمان لو عندك ورقة خضرة من بتاعة الكرنب مفيش أي مشاكل، لأن الفرش ده هو اللي بيحميلك أرضية الحلة. وجربيها كده وإن شاء الله تلاقي إن الطريقة تعجبك بإذن الله. بعد كده يا حبايبي بقى بنكون جايبين الورق بتاع الكرنب وبنسلقه ونجهزه معانا ونلف المحشي بتاعنا زي ما احنا شايفين كده.
لف ورق الكرنب بالذات سهل وبسيط وما بياخدش منك وقت. كمان لما بتيجي تختاري الكرنب للمحشي حاولي ان انت تجيبي الكرنب البلدي، بتبقى الورقة مفيش فيها عروق، طعمه حلو في الأكل، وما تبقاش الحلة معاكي مليانة ورق على الفاضي. حاولي ان انت في الموسم حتى بتاع الكرنب ان انت تخزنيه ويبقى موجود عندك في التلاجة لأي وقت تحتاجيه. خلصنا المحشي بتاعنا اهوت يا حبايبي. اتمنى ان الطريقة تكون عجبتكم، واحب اعرف التعليقات على القناة، وبيسعدني وجودكم معانا. كمان لما بنيجي يا حبايبي نعقد للمحشي بتاعنا بقى، بنعقد له الشوربة، بتبقى بسوي الرصة الأولانية، وهنشوفها مع بعض دلوقتي. هعقد المحشي قدامكم. عندي شوربة في التلاجة كده لازم تبقى مغلية، لأن المحشي لما بتيجي تعقديله لازم تكون الشوربة أو المية أو أي حاجة تستخدميها للعقد تكون بتغلي، عشان المحشي يقوم معاكي على طول وما يفكش منك في نفس الوقت. بعد ما غلينا الشوربة بنضيفها اهوت على حلة المحشي بتاعتنا اهوت يا حبايبي. بيبقى بسوى المحشي كده، واتمنى ان الطريقة تعجبكم بإذن الله.